السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا جدا. يا رب تكونوا في صحة جيدة وفي احسن حال، اللهم امين يا رب العالمين. عايزه اقول لكم وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. بحبكم في الله، ما تنسوش الشير واللايك والاشتراك في القناة عشان تكبر بيكم حبايبي. النهارده كده حبايبي فيديو جديد مع الطيور كده. عايزه اتكلم معاكم عن ايه نوع البط اللي تربوه عشان رمضان. كل عام وانتم بخير وصحة وسعادة يا رب العالمين. يعني اللي عاوز يجيب من دلوقتي بقى رمضان ويربي بط بقى ويلحق معاه المواسم بتاعت رجب وشعبان ورمضان. فعايزه اقول لكم ايه احسن نوع بط ان انتوا تجيبوه وتربوه عن تجربه. انا مربيه منه ومجرباه، وبصراحه هو ده افضل واحسن نوع بط معاكي في كل حاجه. يعني في الأوزان وفي الأكل وفي الطعم وفي اللحم وفي شيل الأوزان، في كل حاجة أحسن أنواع. أحسن نوع بصراحة. أنا هو في كذا نوع للبط يا جماعة، وفي كل ناس ولها أكلها معين في البط، وكل ناس ولها نوع في الأكل المعين. بس بصراحة وبأمانة أنا بحب البط اللي هو المسكوفي. البط المسكوفي دوت أعلى حاجة في التربية، واعلى حاجه في شيل الاوزان وفي الاكل. في البط البغالي او المولر زي ما بتسموه، زي ما بتقولوا عليه كده. في ناس بتقول عليه بط بغالي وفي ناس بتقول عليه بط مولر. برضو بيشيل اوزان وكويس جدا في اكله، بس في ناس ما بتحبوش وفي ناس ما بتستطعموش. هو بيشيل وزن اعلى، يعني بيشيل وزن على عمر اقل من المسكوفي. يعني ممكن في 3 شهور او شهرين ونص تذبحي من البغالي دوت وتجيبي منه ويشيل لك اوزان بسم الله ما شاء الله من 4 ل 5 كيلو. يشيل معاكي في شهرين ونص تذبحي منه. البط المسكوفي بقى اللي هو ممكن بقى ايه تذبحي في عمر 3 4 شهور. انا جبته يا جماعه قسما بالله اتربى عندي اكتر من كذا مره، مش اول مره. يعني ربيت البط المسكوفي كذا مره وكان بيشيل معايا اوزان. في عمر 3 شهور كان بيشيل بسم الله ما شاء الله بيعدي ال5 كيلو الذكوره بتاعته. يعني الذكر بتاعه كان بيعدي حوالي 5 كيلو. في النتايه كانت ممكن تشيل من 4 ل 4.5 في الوزن بتاعه. ده المسكوفي اللي انا بكلمكم عليه، ده نوع البط المسكوفي. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. يعني بعد ال3 شهور تبداي توزني وانت مطمنه، بس طبعا هتاكلي علف صافي. من بعد 3 شهور ممكن تخلطي العلف، ممكن تخلطي العلف بعيش برده بتشيشه، على حسب ما انت بتاكلي طيورك. عندك غله، عندك ذره، عندك طبعا في الارياف بيبقى عندنا متوفر بقى في ذره في غله. بتجمعي شويه حشيش برسيم بتخلطيهم معاهم. بعد 3 شهور هتلاقي الاوزان معاكي في ال3 شهور في البط المسكوفي او السوداني ده يا جماعه بيشيل من 5 ل 5.5 الذكر. النتايه بتشيل من 3.5 ل 4.5 معاكي. ده ملوش حل في الاكل وفي الطعم، كانك بتاكل البط البلدي. بصراحه البط البلدي ده انت بتجيبيه وتاكليه بصراحه مش شيلش اكل، خساره في الاكل. ما بيشيلش لحم معاكي. يعني هو اخره ذكر البلدي ممكن يوصل معاكي 3.5، ده اخره. ممكن يزيد 4 برضو. بس المسكوفي بيشيل بسم الله ما شاء الله الله اكبر. يعني بيشيل معاكي وعن تجربه. اصل انا ربيته كذا مره، مش مره او 2، لا انا ربيت كذا مره وجبت المسكوفي ده من عمر يوم لحد لما دبحت منه ولحد لما سبته ورقدته كمان يا جماعه للبيض. في ناس ممكن تقولك ما تعرفيش تنيمي البطه المسكوفي او ما ترقدش على البيض. لا انا رقدت وكسرت منها بط قسما بالله العظيم. وبصوا اللي انا ماسكاها دي الاب بتاعها مسكوفي، الام بلدي بس الاب مخلط مسكوفي. اللي هو الذكر ده هتشوفوه دلوقتي، الذكر ده مخلط مسكوفي. في ناس تقول لك لا الذكر المسكوفي ما بيكبسش، لا طبعا ما فيش الكلام ده. وناس تقول لك ان النتايه المسكوفي ما بتنامش على البيض عشان تقل وزنهم، يعني عشان هم بيبقوا تقال في الوزن وبيشيلوا وزن تقيل جدا. فلا طبعا ما فيش الكلام ده. انا كسرت منهم وجبت ذكر ونتايه مسكوفي كذا مره وكسرت منهم كذا مره وبقى عندي منهم كتير بصراحه. البط المسكوفي ده يا جماعه انا بعشقه في الاكل وبعشقه في التربيه وفي كل حاجه، لانه بيجيب معاكي نتيجه سريعه. يعني
طبعا انا دخلت انضف تحت الطيور واكنس الاوضه طبعا. فتحت كده الشمس تدخل ونهوي المكان شويه، علشان خاطر انتوا عارفين الطيور بيحبوا التهويه والشمس والمكان يبقى نظيف تحتهم على طول. فدخلت قلت بقى اكنس تحتيهم وانضف، عشان خاطر انتوا عارفين البط اصلا بيفضل يعك ميه ويعمل تحتيه معجنه بقى من جراكن الميه اللي احنا بنحطها. فطبعا لازم النظافه اول باول، ولازم تشمسي الاوضه بتاعه الطيور وتنضفيها، علشان خاطر يفضل تحت طيورك نظيف، وتفضلي ان انت مفيش امراض، ضامنه ان مفيش امراض ولا في فيروسات ولا اي حاجه. واهم شيء برضو النظافه تحت الطيور وتحت الحمام وتحت اي حاجه انت بتربيها. طبعا انا دخلت قلت اكنس تحتيهم وانضف الاوضه عشان ادخلهم على النظافه، وعشان الاوضه بتاعتهم تبقى متهويه وما يبقاش فيها اي ريحه ولا اي ميه ولا الارض تبقى نظيفه تحتيهم يعني. فبننضف اول باول تحت طيورنا يا جماعه. بلاش تكومي على نفسك وتنضفي كل كام شهر فيبقى الحمل تقيل عليكي، تيجي تشيلي هتبص تلاقي الدنيا بايظه معاكي وهتتعبي في التنظيف وما اعرفش. لا، انت اول باول يعني كل اسبوع 10 ايام، كل 15 يوم ممكن تشيلي تحت تحت طيورك، تطلعيهم بره في حته وسعايه وتنضفي وتكنسي تحتيهم براحتك وتدخليهم تاني. منها يكون هم اتشمسوا والاوضه اتشمست والمكان يفضل نظيف تحتيهم على طول. حتى انت بتبقي نفسيتك رايقه لما تشوفي تحت طيورك نظيف وتشوفي ان انت منضفه اول باول، هتضمني صحه طيورك وتضمني مفيش امراض مفيش فيروسات مفيش اي حاجه. بصوا عشان انا بكنس تحتيهم اول باول، فيا دوب هم شويه قش بس كده وشويه اكياس من على التراب من على الوش. طبعا انا سايبه الارضيه عشان الارضيه تراب تحتيهم، فانا بس بشيل حبه الزباله اللي بتبقى على الوش بس، ان هو شويه اكياس زي ما انتم شايفين كده، شويه تراب، مكان ريش بيوقعوه، مكان اي حاجه. اما انا على طول تحت الطيور على طول اول باول، سواء الحمام او البط او الفراخ، مفيش بعد يومين 3 اسبوع بالكتير وانضف واكنس زي ما انتم شايفين. فعشان كده ما بطلعش الزباله كتير يعني، عشان انا بحب النظافه اول باول. فبس يا جماعه انا قلت لكم بتكلم عشان الناس اللي عايزه تلحق تجيب عشان رمضان وعلشان موسم رجب وشعبان. كل سنه وانتم طيبين. طبعا هيبقى بدايه اول رجب ان شاء الله، هيبقى في شهر 1/1 ده اول رجب، وطبعا 31/1 هيبقى ده اول شعبان، ورمضان هيجي 1/3 ان شاء الله. ربنا يدينا ويديكم طول العمر يا رب العالمين ويجي على خير. فاللي عايزه تلحق تربي من دلوقتي يا دوب. طبعا احنا عارفين اهو ده الدكر المسكوفي اللي انا بكلمكم عليه. هو طبعا مش مسكوفي صافي، مخلط مسكوفي وبلدي، والنتايه هي اللي اصلها بلدي صافي. فطبعا اهو يا جماعه ان انا بقول لكم الدكر المسكوفي بيكبس والبطه المسكوفي بتنام على البيض وبيكون بيضهم متخصب وتكسري منهم وتعودي على حسب ما هتعودي طيورك وعلى حسب ما انت هتقنيهم عندك. اللي عاوز بقى يلحق دلوقتي يجيب عشان خاطر يلحق رجب. كل سنه وانتم طيبين. طبعا باقي حوالي شهرين كده ان شاء الله على رجب. هتلحقي تجيبي وتربي تاخدي منهم في رمضان. مش هتشيلي هم رمضان ولا تشيلي هم ان انت تشتري من بره ولا حاجه. في البط البيور ده يا جماعه برضو هبه مجرباه وقايله لي عليه بصراحه. البط البيور ده برضو كويس جدا كويس جدا، وبيشيل في شهرين اقل من المسكوفي في العمر. بيشيل في شهرين برضو لحم وبيبقى تحفه. انا اكلته عند هبه بصراحه بس ما ربيتهوش ولا مره. اكلته عند هبه وجربت اكله برضو، اكله في الطعم وفي اللحم طعمه جميل جدا. اللي عاوز يجيب منه برضو البط البيور كويس جدا. والبط المسكوفي هو رقم 1 بقى البط المسكوفي، ورقم 2 البط اللي هو البغالي او المولر على حسب ما بتسموه عندكم، ورقم 3 البط اللي هو البيور الفرنساوي دوت. ده احسن وافضل انواع تجيبيها عشان رمضان وعلشان مواسمكم وعلشان خاطر كل سنه وانتم طيبين تبقى بيتكم مليان وعمران. انا جيت معاكم بالفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. قلت اتكلم معاكم شويه واقول لكم كل عام وانتم طيبين، يا رب الفيديو يكون عجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.